يا ترى الاوفر ثينكينج ده بيجي من ايه؟ بيجي من مقارنة نفسك بغيرك. لما تقارن نفسك بغيرك او بالسوشيال ميديا بيخليك تقعد تفكر كتير. اول حاجة ان انت تعيش اللحظة، تعيش الحاضر، ان انت تفرغ كل تفكيرك على ورق. الاوفر ثينكينج او فرط التفكير ده مرض العصر اللي كلنا بنحس بيه. دايما مخنا شغال ليل نهار، بيفكر في حاجات كتير، بنفكر في أسوأ سيناريوهات، بنفكر في بكرة، بنندم على الماضي. الحاجات دي بتوقفنا عن التطور وعن النمو. المشكلة في الأوفر ثينكينج إن هو بيخليك تفكر بس، بتفكر في كل السيناريوهات الممكنة بس ما بتعملش حاجة. انت ما عليك غير ان انت تفكر. المشكلة الاكبر ان انت بتعيش الافكار دي بكل مشاعرها. يعني مثلا لو انت فكرت في سيناريو وحش هتلاقي نفسك بتفكر في كل مشاعر اللي هتسبب السيناريو الوحش. يعني مثلا لو انت فكرت في سيناريو وحش هيحصل هتلاقي مشاعرك كلها مشاعر سلبية زي المشاعر اللي انت بتحس بيها بالظبط، وفي الاخر ما بتفكرش في اي حلول. هي دي المشكله بالظبط اللي عند معظم الناس، مشكله العصر. المشكله في الاوفر ثينكينج ان انت ما بتقدرش تقوم بالمهام اللي عليك او المسؤوليات اللي عليك، لان ببساطه انت بتكون مسحول في حواراتك. فانت هتلاقي طاقه منين؟ للاسف مخك بيكون سحلك في حواراته، فما بتعرفش تقوم بكل المهام اللي عليك. يا ترى الاوفر ثينكينج ده بيجي من ايه؟ بيجي من مقارنة نفسك بغيرك. لما تقارن نفسك بغيرك او بالسوشيال ميديا بيخليك تقعد تفكر كتير. بيجي كمان لما بتسعى للكمال والمثالية، او لما بتكون بتفكر في غلطاتك وندمان عليها. هو ده اللي بيخليك مخك شغال ليل نهار وما بيقفش. المشكلة بتحصل ان انت لما يكون عندك فرط تفكير او اوفر ثينكينج، لما بيحصل لك مشكله بتقعد تفكر يا ترى ممكن يحصل ايه، ممكن يحصل ايه، ممكن يحصل كذا او كذا او كذا، وبتفضل تعيش في السيناريوهات دي وما بتفكرش اي حلول. وده كمان بيسبب ان انت الادرينالين عندك بيعلى والكورتيزول كمان بيعلى، وده بيعيشك دايما كأنك عايش تحت التهديد. زي ما سمعت، تحت التهديد، تبقى دايما خايف ومهدد. انتوا طبعا كلكم بعد ما سمعتوني وكل الكلام ده الادرينالين بيعلى والكورتيزول وكل حاجه، المشاكل بقت كبيره قوي. طبعا مفيش حل، الموضوع صعب قوي. لا، انا اكيد مش جايه اتكلم ان الموضوع صعب والموضوع مستحيل، لا، اكيد في حلول. اول حاجه ان انت تعيش اللحظه، تعيش الحاضر. حس بكل حاجه انت بتعملها، حس بيومك، حس بالاكله اللي انت بتاكلها، حس باي حاجه، بقعده حلوه مع اولادك، هزار مع اولادك، حس بكل حاجه في يومك. قعده حلوه، بتشرب مشروب حلو، اي حاجه حسها. المهم ان انت تعيش الحاضر، تفكر فيه وتنسى المستقبل، وتسامح نفسك على غلطاتك، تسامح نفسك على غلطات الماضي. كلنا بنغلط، مفيش مشكله، اقف وتعلم من غلطك، بس كمل كمل وانت عايش اللحظة. تاني حاجة مهمة جدا الامتنان. مهم جدا ان انت يكون عندك نوت بوك بتاعت الامتنان. كل يوم قبل ما تنام لازم تفكر مخك بثلاث حاجات مهمة ممتن ليها لربنا. الحاجات دي بتفرق جدا في يومك وفي حياتك كلها. الامتنان وعد رباني ان ربنا هيزود لك نعم من ربنا كل يوم، وحس بنعم كمان بيزود المشاعر الإيجابية اللي عندك وبيقلل من المشاعر السلبية. الحاجة الثالثة المهمة جدا 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 وهي أساس العلاج، إن أنت تفرغ كل تفكيرك على ورق. زي ما سمعت، كل ما تفرغ أفكارك ومشاعرك على الورق بتهدى كتير، وكل اللعبكة اللي في دماغك بتبدأ تهدى، وتحس إن الحاجة دي اللي على الورق حاجة بسيطة، وتحس إن اللخبطة اللي في دماغك وكل الأفكار اللي عاملة لك تشويش في دماغك الموضوع بسيط، مش حاجة كبيرة زي ما أنت متخيل. أشوفكم على خير في فيديو جديد.